هل يمكن وصف العلاقات التركية الإسرائيلية حاليا بعلاقة الحلف الاستراتيجي؟ هل هذه سحابة صيف أم أن هناك مشاكل في العمق بين تركيا وإسرائيل؟ رد فعلي هذا جاء نابعا من كون تركيا دولة مهمة في المنطقة تتابع عن كثب ما يحدث فيها من تطورات، لكن هذا الرد لم يأتي في إطار ديني أو عرقي، بل في إطار إنساني. فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط ونأخذ من الأمور أوسطها، لم نسعى أبدا لأن نكون طرفا فيما حدث. نحن وقعنا العديد من الاتفاقيات مع إسرائيل، وعندما أتحدث الآن فأنا لا أناصب إسرائيل العداء، ولكن إذا كنا نقول إننا أصدقاء في هذه المنطقة فإن علينا أن نحترم هذه العلاقة. حتى الأمس القريب كانت إسرائيل تثق بتركيا وتقبل وساطتها مع سوريا من أجل السلام. أتمنى أن نتجاوز هذه الخلافات من أجل إنقاذ السلام الذي تأخر كثيرا. نحن لا نتحدث عن احتمال قطع العلاقات القانونية والرسمية مع إسرائيل. لدينا علاقات مع إسرائيل واتفاقيات،